الفيديو اللي فات طلبت منكم تكتبوا كل الاسئله اللي انتوا عايزيني اجاوبها، وهعمل لكم فيديو مخصوص اجاوب فيه كل الاسئله. فها نحن ذا، اهلا بيكم من احدى بقاع الارض. معاكم نورهان وده اكرستون. النهارده هحاول ان الفيديو ما يكونش طويل على قد ما اقدر، كمان هحاول يكون مليان كل اجابات الاسئله اللي انتوا سالتوها سواء في الفيديو اللي فات او في اللي قبله. قبل ما تتفرج على اي ثانيه في الحلقه انا عايزاك تعمل لايك وشير وسبسكرايب، علشان لو في اي حد بيسال نفس الاسئله اللي انت سالتها فالاجابه تكون عنده على طبق من ذهب. والحاجه التانيه اللي انا طالباها منكم تنزلوا تكتبوا لي في الكومنتس عملتوا ايه في اول امتحان ثانويه عامه. ويلا بينا نبتدي. انا هحاول اخد الكومنتات كومنت وما اسيبش اي كومنت خالص، بس هنجاوب بسرعه عشان الفيديو ما يطولش قوي. خليكي معايا الفتره دي واعملي فيديوهات كتير وطمنيني، انا اول مره اشوفك بس بجد الفيديو ريحني جدا، ربنا يكرمك. حاضر انا هحاول والله على قد ما اقدر، انا بس يعني بتسحل وعندي شغل وعندي حاجات، بس انا هحاول على قد ما اقدر الفتره دي وطول الشهر بتاع الامتحانات انزل على طول واتابع معاكم، بس انتوا تعالوا كده وطمنوني وحسوني ان احنا مع بعض. سلمان موقعه معظم الفيزياء والانجليزي والعربي 3 وحدات نحو، عارفه ان الوقت قليل، منهج سنه عايزه اخلصه في يوم، مفيش حاجه بعيده عن ربنا، وهبدا النهارده 13/6 بعد الظهر وحده نحو وانجلش اي 2، والحديثه ده بعد الظهر لاني هكون وقفت الكيمياء والاحياء. مش عارفه اقول لكم ليه بس دعواتكم ليا. بصي، احلى حاجه انت عاملاها في الكومنت بتاعك انك مخططه هتعملي ايه وهتعمليه امتى، وايه اللي انت هتوقفيه وايه اللي انت هتبدايه. اعرفي ان بما ان طريقه تفكيرك اتغيرت بالشكل ده، انا متاكده ان النهايه والنتيجه هتعجبك جدا. اكونت طبعا وانا مش عارفه انطق الاسم وان شاء الله يبان قدامكم هنا، بس هو بيقول طب ولو انا لسه ما رجعتش احل شوامل ازاي؟ ما هي دي المراجعه، ما هي دي المراجعه. انا نفسي تقتنعوا ان حل الشوامل ملوش علاقه بالمراجعه بتاعه المنهج نفسه. زي ما انت هتفتح المنهج لاول مره لو انت ما تعرفش عنه حاجه، هو خدها نفس القاعده على انك بتفتح الشوامل اول امتحان لاول مره، هي زي ما انت هتفتح المنهج تقراه او تذاكره لاول مره، انت تعمل كده مع الاسئله بتاعه الامتحانات. ان انت مش عارف يعني هتبدا تحل الامتحان حتى لو كل الاسئله انت ما عرفتش تحلها هتجيب اجاباتها وتذاكر الامتحان. هو ده اللي انا بتكلم فيه، انك بدل ما تذاكر المنهج كله انت هتذاكر اسئله باجاباتها او شوامل وامتحانات. هي دي الفكره، مفيش حاجه اسمها انا ما رجعتش، ما انت كده بتراجع. دينا اكرامي طيب معلش ممكن تقولي لي الشوامل اهم ولا الجزئي؟ لاني لسه بخلص في الجزئي وما حلتش شوامل وعامله مش مظبطاه، وهحل شوامل ليالي الامتحانات. لا، وقفي الجزئي ووقفي اي حاجه انت تعمليها دلوقتي، ما تعمليش اي حاجه في حياتك غير انك تمشي على نفس الكلام اللي احنا قلناه في الفيديو. 30 دقيقه بتراجعي فيها الحاجات المهمه بتاعه المنهج اللي انت بتذاكريه دلوقتي. يعني هعدي على، يعني انا مثلا لو انا بذاكر دلوقتي فيزياء وقررت ان انا هاخد اول 3 ابواب النهارده، فانا هبص في اول 30 دقيقه على اهم العناوين واهم المفاهيم الموجودين في 3 ابواب، وهخلي كل الوقت الباقي بحل فيه شوامل وامتحانات المحافظات وامتحانات السنين اللي فاتت وبس. ما براجعش جزئي، ما براجعش المنهج، ما بعملش اي حاجه خالص، خصوصا في الفتره دي. يا دكتوره لو بدات بص إيه في امنيه بقى، ده كومنت انا بدور عليه من ساعه ما بدات الفيديو علشان عايزه اتكلم فيه حلو قوي. الجمعه بتقول يا دكتوره لو بدات فعلا ممكن اطلع من اوائل الجمهوريه ولا ده صعب؟ بس بصراحه ممكن عادي، ممكن عادي. اصل انا اولا انا مش ربنا، واللي بيحط لك امتحان مش ربنا، صحح مش ربنا، ومفيش اي عامل من عوامل الحاجه اللي حواليكي كلها لها علاقه بتدخل ربنا سبحانه وتعالى في مصيرك او مستقبلك، مش اي حاجه لها علاقه. لو ربنا مقدر ليكي انك تبقي من اوائل الجمهوريه وانت لسه بتفتحي المنهج دلوقتي حالا في الثانيه اللي انت بتشوفي فيها الفيديو دي، هتبقي من اوائل الجمهوريه عادي. لكن ربنا سبحانه وتعالى بينظر للعبد وبيشوفه في الوضع اللي هو نظر ليه، هل يستحق ان هو يديله جزاء عظيم ولا ما يستحقش. ما تخليش الوقت اللي بينظر فيه ربنا سبحانه وتعالى ليكي يلاقيكي ما تستحقيش انك تكوني من ده، او تستحقي انك تكوني في حته معينه. بس ده مش معناه انك لو جيتي ساعه النتيجه لقيتي انك ما طلعتيش من الاوائل او ما حققتيش النجاح اللي هو ان انت كنت متوقعاه يعني او كنت عايزاه، ده مش معناه ان ربنا بيكرهك. يكون ربنا سبحانه وتعالى نظر ليكي ولقاكي بتسعي، بس هو عارف ان مكانك وسط اوائل الجمهوريه او وسط مجموع معين مش هو ده الصالح ليكي، يكون هيحطك في حته تانية تطلعي منها حاجه تانية خالص. ما تبصيش لنتيجه العمل وبصي للعمل بس دلوقتي. يعني ما تبصيش هل انا ممكن اجيب 90%، هل انا ممكن اجيب 98%، هل انا ممكن اطلع من الاوائل. ما تبصيش للنتيجه، بصي للعمل. شوفي انا في ايدي ايه دلوقتي اعمله واعمليه. هل بعد ما اعمله بقى هوصل ولا مش هوصل، دي حاجه بتاعت ربنا. انا اقدر اقول لك ولا انت تعرفي تقولي ولا المصحح بتاعك يعرف يقول ولا اي حد في الدنيا يعرف يقول لك انت ممكن تبقي ايه. سلميها بس لله وابدأي مذاكره واسعي وسيبي النتيجه دي على ربنا سبحانه وتعالى. صفوان سيد بيقول يا رب اجيب فوق 90%. يا رب. احل نماذج استرشاديه بس ولا احل نماذج استرشاديه واسئله على المنهج بالكامل في كتاب الامتحان من كل المواد؟ لو عندك وقت تعمل الاثنين يعني لو عندك وقت تعمل النماذج الاسترشاديه اللي هي مهمه طبعا، دي اهم حاجه،
وعندك وقت تحل الاسئله الموجوده في كتاب الامتحان، يا ريت حل اسئله كتير على قد ما تقدر، حل كل الاسئله اللي تقابلك، حل كل الامتحانات اللي تقابلك، حل كل الاسئله الموجوده في كل الكتب اللي تقابلك لو انت عندك وقت تعمل ده. لو ما عندكش وقت يبقى النماذج الاسترشاديه اهم حاجه، امتحانات السنين اللي فاتت مهمه. لو في مدرسين انت بتاخد عندهم دروس عمل ومثلا كذا شامل طول السنه، حلهم وراجع الاسئله بتاعتهم. حل اي اسئله تيجي قدامك، حل كل الاسئله تيجي قدامك. ايه عزمي بتقول في امل؟ هل تفتكري انه ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا كلها من غير امل؟ فكك بقى من الثانويه العامه، وفكك من اي حاجه من المواد ومن المذاكره ومن الامتحانات ومن الكليات. هل ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا كلها من غير امل؟ فهل هتيجي بقى عند الثانويه العامه وما يبقاش فيها امل؟ اللي عمل مصايب في حياته بيبقى عنده امل يخلص من المصايب دي علشان يبقى كويس. هل بقى امتحان ثانويه عامه ما فيش فيه امل؟ ده الامل كله في الثانويه العامه وفي اليومين دول اكونت هنا اسمه يا رب سترك. والله انا فاشله لاني وصلت لنفس المستوى ده وما التزمتش بخطتي، كل حاجه ضاعت، اتمنى من ربنا ياخدني بدل ما اشوف كسرتي وكسرة اهلي يوم النتيجه. حاولت اجل امي رفضت تماما. بص، هو انا مش عارفه انت ولد ولا بنت، بس يعني كميه اليأس اللي طالع من الكومنت بتاعك، يعني ليه ممكن تخسر دنيتك واخرتك عشان خاطر الثانويه العامه؟ يا سيدي خلينا نقدر بانك لم يحالفك الحظ هذا العام. هل تفتكر انك تخسر بقى ربنا وتخسر الدنيا والاخره عشان خاطر امتحان ثانويه عامه؟ فكر في انها دنيا. كل الحاجات اللي انت بتمر بيها دلوقتي، او كل الحاجات اللي انت بتمر بيها دلوقتي دي في الدنيا. عذاب ربنا سبحانه وتعالى والاخره مختلف تماما عن امتحان الثانويه العامه، مختلف تماما عن كسرتك وكسره اهلك وكل الحاجات الكتير اللي انت قلتيها دلوقتي دي، مختلف تماما. الوضع هناك غير. هل تفتكر انك هتساوي الاتنين ببعض علشان ما قدرتيش تعملي حاجه في الثانويه العامه؟ فانت محتاجه ان ربنا زي ما بتقولي استغفر الله العظيم، وعشان ما تشوفيش كسرتك وكسره اهلك انت قد اللي هيحصل في الاخره، وانت قده تمام. كذا مرة أبدأ الفيديو بنفس الجملة، أي حد هيسمعني يجنب اليأس ويجنب المشاعر السلبية ويجنب كل الأحاسيس المفرطة اللي ملهاش أي لازمة، ويركز بأنه معاه أمل، أنه لسه في وقت، أنه إن شاء الله هيحاول وهيقدر. لكن انت ما عملتيش أي حاجة من الحاجات دي، أو انت ما عملتش أي حاجة من الحاجات دي. انت استسلمت لنفسك واستسلمت لشيطانك انه يقدر يسيطر عليك ويحسسك انك ما تقدرش تعمل حاجه. خليك فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان مش ضعيف، يعني احنا مش مخلوقين كائنات ضعيفه، بالعكس احنا ربنا حمل لنا الرساله بتاعته في الارض، ودي اعظم حاجه انت لازم تفضل تفتكر بانه سبحان الله، يعني انا ربنا محملني الرساله بتاعته في الارض، وفي الاخر اشوف نفسي انسان ضعيف قدام امتحان ثانويه عامه. محمد عايز حد يرد عليا بصراحه بالله عليك. حاضر. انا دلوقتي عارف اني قصرت اول شهرين، كنت بادئ جد وما كنتش مراقب حصل اللي حصل. دلوقتي انا في العربي معتمد على الشرح في السنتر وما حلتش كتير. الانجليزي برضه خلصته ومعتمد على شرح السنتر وكنت بحل على كل وحده. الاحياء يعتبر ما خلصتهاش بس ما حلتش اي شامل ليها. نيجي بقى للفيزياء، ما اعرفش انت كبير، فخلينا نقسمه ونرد عليه. بص يا محمد، عايز حد يرد عليك بصراحه؟ والله هرد عليك بصراحه. انا عارف ان انا قصرت، عادي، انت معترف ان انت قصرت في وقت معين من حياتك، ده مش معناه انك تكمل بقى في التقصير. نخش على اللي بعده. اول شهرين كنت بادئ جد كويس، ما كنتش مراكم حاجه، تمام. دلوقتي انا في العربي معتمد على الشرح في السنتر وما حلتش كتير، تمام. يبقى انت عارف مشكلتك فين والمفروض تعالجها. انت معتمد على شرح السنتر، دي حاجه كويسه انك تسمع الشرح من حد. لو انت عندك بقى قدره انه السمع ده لما بيخش بيبقى بياخد صدى كده وما بتنساش المعلومات بسهوله، يبقى انت بس محتاج تحل كتير. الانجليزي برضو خلصته ومعتمد على شرحين السنتر، ده عظيم، ده انت عامل انجاز تحفه. حلتش برضو كتير، او ما اعرفش انت حليت ولا لا، انت ما قلتش حاجه في الانجليزي، بس برضو حاول تحل كتير. الاحياء يعتبر مخلصها، انت بطل. ايه يا محمد الجمدان ده، بس ما حلتش اي شامل، بس خلاص انت برضو محتاج تحل كل الامتحانات اللي تقابلك في الاحياء. الاحياء لذيذه، معتمده يمكن اكتر على الحفظ، بتبقى عايزه حفظ كتير عشان تفتكر كل المعلومات الموجوده فيها، ومفيش اي حاجه هتفكرك بالاحياء غير الامتحانات. هي كل المواد مفيش اي حاجه هتفكرك بيها غير الامتحانات، بس الاحياء بالذات هيفكرك بيها كتر الاسئله. فحل كتير علشان تفتكر، ما تراجعش. انا عارفه ان انت واقف دلوقتي عند نقطه انا خلصت فمحتاج اراجع، ما تراجعش، حل امتحانات وانت بتراجع اهم الحاجات المعينه اللي احنا اتكلمنا عليها واتفقنا عليها في الفيديو. نيجي بقى الفيزياء، معرفش عنها غير الفصل الاول ونص الفصل الثاني، والباقي معرفش عنه اي حاجه. بسيطه خالص، بسيطه. انت بس دلوقتي محتاج انك تقسم وقتك، تشوف انت باقي معاك وقت قد ايه لغايه العربي،
وتقسم الوقت اللي باقي على الحاجات اللي واقعه. يعني دلوقتي انت ابتديت تقول ان الفيزياء واقعه تقريبا كلها، الكيمياء برضو تقريبا كلها، لان انت معاك غير الفصل الاول واول درسين ولا حاجه، ما قلتش اي مواد تانية. انت تقريبا واقع في الفيزياء والكيمياء، دول اكتر مادتين. فانت دلوقتي محتاج تعملش اي حاجه خالص غير الفيزياء والكيمياء في الوقت اللي باقي قبل العربي. هتسيب للعربي يومين او 3 ايام، 3 ايام حلوين قوي على العربي، وباقي الوقت اللي باقي من هنا لغايه العربي معرفش هم يومين او 3 ايام مش عارفه. المهم ان دول الكام يوم دول يبقوا كلهم حل على الفيزياء والكيمياء بس. تقريبا آية انا مش عارفه اقرا الاسم بصراحه، بس بصراحه 3 مرات اهو، لو مراكمه حاجات كتير وما حلتش كتير من اول السنه، وبدات جد الفتره دي ممكن اجيب مجموع عالي. بصراحه والله ربنا سبحانه وتعالى بيكرم، ممكن تجيب مجموع عالي وتخش كليه اللي نفسك فيه. ده بقى الفقره اللي انا ما كنتش حابه اعملها، بس علشان يعني الناس ما تشوفش كومنت يعني تتاخد بيه.